المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها كالعادة بأهم ما جاء فيها. جهود لحل المصاعب التعليمية في الأوسط. إجراء انتخابات مدراء الضواحي في فروع. سيمينار صحي لطلاب العلوم الاجتماعية والتجارة. 40 قتيلا في هجوم على مأوى للاجئين بجمهورية أفريقيا الوسطى. ارتفاع التبادل التجاري بين إيران والعراق. تدريبات عسكرية بين الصين وأمريكا. أهلا بكم. أوضح مكتب وزارة التعليم في الاجتماع التقييمي الذي عقده بمناسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة التي بلغت أكثر من 74%، وسيعمل لخفض المصاعب العميقة لنتائج أفضل. وذكر مسؤول التعليم الأساسي الأستاذ مسفن ولد سلاسي في الاجتماع الذي حضره مدراء المدارس والمشرفون التربويون والمعلمون ولجان الآباء عن جلوس أكثر من 14,000 طالب لامتحانات الشهادة المتوسطة، نجح منهم أكثر من 100,000 طالب، وتعتبر نتيجة زيادة بنسبة أكثر من 10% مقارنة مع العام الماضي. وبحث الاجتماع النواقص والقصور من جانب الطلاب والمعلمين، مشيرا إلى تخفيض مقاطعة الدراسة التي كانت في السنوات الماضية. ودعا مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي حبت جابر للعمل المنسق من أجل تحقيق نتائج أفضل، وكذلك توطيد العلاقة الثلاثية. وقال المدير العام للتعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى نايب إن قضية التعليم تعتبر قضية المستقبل وأساس التطور. جرت في 15 ضاحية بمديرية فروع انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم ولجان القرى في الفترة من منتصف شهر أكتوبر الفائت وحتى 17 من نوفمبر الجاري. وأعرب مدير المديرية السيد عثمان عرفة عن ثقته لقيام المدراء المنتخبون بالخدمة المتفانية وتنفيذ المسؤولية الملقاة عليهم بأمانة. وأكد المدراء المنتخبون بأن نجاح مهامهم تأتي بالتعاون الفعال للشعب. هذا وتوطن مديرية فورو بإقليم شمال البحر الأحمر أكثر من 9,000 أسرة تزاول الزراعة والرعي والتجارة. نظم سيمينار لطلاب كليتي العلوم الاجتماعية والتجارة في مدينة الدقية حول الصحة عامة واستخدام أدوية مضادات البكتيريا خاصة. وأوضح مسؤول الصحة العامة في مديرية الدقية السيد كبرام شمانوغوس أن الهدف من السيمينار التنويري هو التوعية بالاستخدام الجيد للدواء خاصة مضادات البكتيريا. وجاء السيمينار في إطار الأسبوع العالمي لأدوية مضادات البكتيريا المنظم من 12 وحتى 18 من نوفمبر الجاري في مختلف مناطق البلاد، للتوضيح بأهمية هذه الأدوية لحماية الصحة والآثار السلبية له بتناوله دون وصفات طبية. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي في التقييم الذي أجراه في الفترة من 14 وحتى 16 من نوفمبر الجاري في من دفر عن تنفيذ أنشطة فعالة لتأطير المرأة. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سنايت أفورقي في الاجتماع عن انتخاب 17 مديرة و34 مساعدة مديرة في انتخابات الضواحي التي جرت في 12 مديرية بالإقليم هذا العام. من جانبه أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جابري كريستوس أن على المرأة تقوية قدراتها وأنشطتها للاستفادة من الفرص المتاحة. ودعا الاجتماع لمتابعة الجمعيات الزراعية التابعة للمرأة والدفع بأنشطة محاربة العادات الضارة والسعي لإعادة الديون المستحقة. هذا وقدمت في الاجتماع محاضرة حول العمل المالي عامة والإدارة المالية وبرنامج القروض خاصة. عقد اجتماع في أفعبت حول أهمية الوعي وتنظيم الشباب ودورهم في التنمية.
وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلة ولد برهان لدى لقائه الشباب العمال أن التنظيم الواعي يعتبر قوة ويؤدي لفعالية العمل. وقال إن توعية وتنظيم الشباب ليست مسؤولية الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وحده، ويجب على كافة المؤسسات التي بها الشباب العمل الاهتمام بذلك. من جانبه أوضح مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب أن الشباب باعتبارهم العماد الوطني عليهم بالوعي والتنظيم والتعلم، مؤكدا على استعداد إدارته للتعاون مع الشباب. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. قال مشروع أن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب عشرات آخرون في هجوم على بعثة تأوي 20,000 لاجئ في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقع الهجوم في بلدة إلداو التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شرق العاصمة بانجي. وقالت الأمم المتحدة إن آلاف الأشخاص اضطروا للفرار عندما أضرم المهاجمون النار في مقر البعثة. وأكد مصدر في الإغاثة الإنسانية معطل أكثر من 40 شخصا في الهجوم، وقتل الآلاف ونزح نحو خمس سكان جمهورية أفريقيا الوسطى البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة عن ديارهم في صراع اندلع بعد أن أطاح متمردو السيليكا بالرئيس فرانسوا بوزيزي في 2013، مما دفع ميليشيا أنتي بلاكا للانتقام. ورغم انتخاب رئيس جديد في 2016، ما زالت البلاد تشهد اضطرابا سياسيا وعنفا طائفيا. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ثمة إمكانية لرفع التبادل التجاري بين إيران والعراق إلى نحو 20 مليار دولار سنويا. وتأتي هذه التصريحات في ظل قلق كبير في طهران إثر إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها. وكان روحاني يتحدث خلال زيارة الرئيس العراقي برهم صالح لطهران التي جاءت بعد أسبوعين من إعادة واشنطن فرض عقوباتها التي استهدفت بشكل رئيسي الصناعة النفطية الإيرانية، فضلا عن القطاع المصرفي والنقل. وقال روحاني أن التجارة بين العراق وإيران التي تعادل حاليا نحو 12 مليار دولار سنويا قد ترتفع إلى 20 مليار دولار سنويا عبر الجهود الثنائية لتسهيل الاستثمار المشترك وتنمية التجارة الثنائية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في العاصمة العراقية بغداد قولهم الأسبوع الماضي أن العراق اتفق على تبادل منتجات غذائية عراقية مقابل إمدادات من الطاقة الإيرانية. أنهى جنود من الصين والولايات المتحدة تدريبات مشتركة على الإغاثة في حالة الكوارث في استعراض للتعاون بين البلدين، في حين تشهد العلاقات بينهما تدهورا في ظل الخلافات بشأن التجارة وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وتايوان. وساءت العلاقات بين أكبر اقتصاديين في العالم لأدنى مستوياتها في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين أواخر الشهر الجاري. وتأتي التدريبات التي جرت في مدينة نانجينغ شرق الصين بعد أسبوع من زيارة وزير الدفاع الصيني وي فينغ إيه لواشنطن، حيث دعا مسؤولون أمريكيون الصين لوقف التسليح في بحر الصين الجنوبي. ولكن لم يكن للتوترات أثر يذكر خلال التدريبات التي شملت محاكاة إنقاذ أشخاص من داخل مباني دمرها زلزال ومعالجة الناجين في قاعدة للجيش الشعب الصيني على أطراف نانجينغ. وهذه التدريبات 14 بين البلدين وتجري بالتبادل بينهما، إذ جرت في العام الماضي في الولايات المتحدة.
اتفق العلماء على إعادة تعريف قيمة الكيلوغرام في قرار وصفوه بالتاريخي، ورجحوا أن يزيد من دقة المقاييس العلمية. ومنذ عام 1889 يتم تعريف الكيلوغرام بأنه كتلة لامعة من البلاتينيوم إيريديوم محفوظة في وعاء زجاجي خاص، وتعرف بالنموذج الأساسي الدولي للكيلوغرام. وهذه الكتلة محفوظة في مقر المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الموجود على مشارف العاصمة الفرنسية باريس. واتفقت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وعددها نحو 60 دولة، بعد اجتماع استمر أسبوعا في قصر فرساي القريب، على إعادة تعريف الكيلوغرام على أساس قيمة ضئيلة لكنها لا تتغير وتسمى ثابت بلانك. وتستمد كافة مقاييس الكتلة الحديثة من الكيلوغرام، سواء كانت ميكروغرامات الأدوية أو تراب الذهب أو كيلوغرامات الفاكهة أو السمك أو أطنان الصلب. وسيبدأ العمل بالتعريفات الجديدة التي وافق عليها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في مايو من عام 2019. المشاهدون الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.